لو انت لعيب فولي بول بتتمرن ازاي في الجيم؟ يلا بينا. اول حاجه لازم تعرف ان من ناحيه النفس ومن ناحيه العضل لازم يبقى عندك قوه تحمل رهيبه. طب تعالى نتكلم اول حاجه عن العضل. انا بنصح اي لاعب فولي يخش الجيم يتمرن بنظام الانديورنس لمده اسبوع علشان يبقى عنده قوه تحمل العضله. في نفس الوقت الاسبوع اللي بعده يلعب سترينث علشان قوه العضله. السترينث من 1 ل 6 عدات وزن تقيل، والانديورنس من 15 ل 25 عده وزن متوسط او خفيف. طبعا ما ننساش ان لاعب الفولي مش مطلوب منه ان هو يكون ضخم، على قد ما مطلوب منه ان يكون عنده قوة تحمل وقوة عضلية في نفس الوقت. بالاضافة ان كل مركز في لعبة الفولي لازم يركز على عضلات معينة بصورة اكبر عن زميله عشان يقدر ينفذ المطلوب منه. زي مثلا الليبرو محتاج يركز قوي على عضلات الرجلين، بالذات تمرين السكوات وتمارين البايومتريك القوة الانفجارية. مثلا الشويط لازم يركز بصورة اكبر على تمارين الكتف والدراع، والباسير لازم يركز على السمانة بشكل اكبر. وطبعا في الاخر التمارين